سيدي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هاو كما تشوفوا في الكرهبة على الطاير. حبيت نعطي رأي فيما يخص انسحاب المنتخب الوطني من كأس العرب. توا قايمة ضجة في البلاد والدنيا قامت وما قعدتش. قال شنو؟ سوريا وفلسطين باعوا، يعني خانوا الميثاق الرياضي وغضتهم من المنتخب الفلسطيني. خليني ما نستعملش بالله اسماء البلدان، على خاطر راهي تونس وفلسطين وسوريا كبلدان اكبر ياسر من جلد مدور منفوخ بالهواء، واكبر ياسر من بطولة عربية ولا حتى ان شاء الله بطولة العالم. خليني نستعمل المنتخب الفلسطيني والسوري كان شيء منتظر باش يخرجوا تعادل. اللي كان يتوقع حاجه اخرى بالنسبه لي انا ياسر ساذج، يعني ياسر تعب بصراحه. يعني اولا هذوما شعوبهم تستنى في الفرح، يعني هذم منتخبين لشعوب منكوبه. شعب يعني عايش مرارة الاحتلال لعقود وعقود، ومازال معناتها كي خرج من حرب اللي هي الأشنع في تاريخ العالم من حيث الضحايا ومن حيث الحصار والمجاعة وإلى آخره. والشعب الآخر يعني تعرفوا شنو اللي صار فيه مع سواء نظام بشار. المهم هذه أمور سياسية وأمورهم الداخلية، ربي يفرج عن الناس الكل. اللي نحب نقوله الشعب السوري والشعب الفلسطيني الاثنين محتاجين إلى فرحة، إن شاء الله تكون فرحة صغيرة. وابريتو شنو اللي صار؟ هو ترشحوا للدور الثاني في بطولة العرب اللي هي معترف بها من الفيفا، لكن ما هيش يعني ما تدخلش في التصنيف مثلا. اظن المهم ما عندهاش امباكت، ما عندهاش انعكاس كبير. فبصحتهم يعني ابريتو احنا كي باش نلوموا الجامعه نتاعنا اللي ما حضرتش المنتخب، وسوء التنسيق، الاختيارات الارتجاليه نتاع اخر لحظه. عندك ما تقول يعني في الجامعه نتاعنا ما قصرتش، يعني ما خدمتش خدمتها بالكل. طمعت حبت الفلوس نتاع الكأس العربية على أساس باش نتقدموا كما عمناول، يعني نوصلوش للنهائي ولا على الأقل شيء للربع النهائي. ماتش البرازيل زاد هز المورال، أوكي مش نفس التشكيلة، لكن المنتخب هو بنهاية الأمر المنتخب التونسي. يعني الاسم نتاعو تنجم تقول دخلنا باسم تونس لا أكثر لا أقل. بالنسبة للإطار الفني هاكم الكل شفتوا، يعني ما شاء الله شيء يعمل الكيف على مستوى اختيار التشكيلة. يعني الراجل اكتشف في البطولة انه ما عندوش ميليو ديفونسيف، يعني يلعب بتقى وكهو. فاختيارات التشكيلة، التكتيك، طريقة التعامل مع مجريات اللعب، يعني بصراحة الإطار الفني ما نقولش سامي طرابلسي ولا الضو ولا الكل، الإطار الفني صفر، يعني بما فيهم مدرب الحراس. اللي نحب نقوله باختصار، لازم نفهموا اللي راهو نتيجة التعادل هي حاجة منتظرة، واللي كان ينتظر عكس ذلك عنده سذاجة وسطحية فكرية كروية. به نحطوا الأمور في نصابها. هذم منتخبين التعادل يكفيهم للترشح ويحبوا يفرحوا شعوبهم، فأكيد باش يحاولوا يطلعوها طاولة. كان جينا احنا والجزائر مثلا، ولا احنا وليبيا، ولا احنا والمغرب، ما هو نفس الحكاية باش تصير هكا ولا به. خلينا من الجزائر وليبيا والمغرب. كان جاء المنتخب التونسي ضد المنتخب الفلسطيني، الشعب التونسي كل على بكرة أبيه يعني عنده عاطفة على فلسطين. أكيد مهما كان المنتخب اللي مقابلنا إن شاء الله حتى ولو منتخب جار وشقيق، نفرض الجزائر ولا ليبيا ولا المغرب، كنا باش نقولوا هذوكم ترشحوا قبل وفرحوا وهزوا تيتروات، خلينا نفرحوا بالله الشعب الفلسطيني، وكنا باش نعملوا كما عملت سوريا. داكور. فما حاجة أخرى ممكن برشا ما عندهمش معلومات تاريخية، راهو يلزمنا نعرفوا يا جماعة. بالنسبة لسوريا وفلسطين ولبنان
والأردن راهو تقريبا شعب واحد مفرق على 4 بلدان. تاريخيا كانوا مع بعضهم يسميوهم بلاد الشام، هما كلهم يعني مع بعضهم بلاد الشام، يعني بلاد واحدة. أغلب المناطق الجغرافية بالطبيعة، فما مناطق في لبنان وفي الأردن وفي فلسطين ما هيش تابعة بلاد الشام، سوريا كلها بلاد الشام، لكن الآخرين فما حسب المنطقة الجغرافية. لكن جروسو مودو البلدان الأربعة هذه كانوا يتسموا تقريبا كلهم بلاد الشام. فمعناتها منين تدورها ما تلقاهاش الصحيحة الحسبة اللي عاملينها برشا توانسة. كان من ناحيه باش تقصي، يعني تصور انت شكون المنتخب اللي عنده قلب ويجي يتسبب في اقصاء منتخب فلسطين ويحرم الشعب الفلسطيني من فرحه ولو بسيطه بعد كل المآسي اللي عاشوها. هذه من ناحيه الاخلاقيه. من ناحيه تاريخيه قلت لك هذم شعب مع واحد، يعني ديجا حتى عاداتهم وماكلتهم ولهجتهم ولبستهم متقاربه، كما نقولوا احنا بلدان المغرب العربي. فماهيش منطقيه الكلام. الحاجه الوحيده اللي نجي فيها مع الناس هذوما اللي ينتقدوا هي بعض ردود الافعال بدون تعميم تاع بعض المناصرين الفلسطينيين والسوريين اللي خرجوا معناتها في بعض القنوات وكل باي باي تونس، وحاولوا يقلوا من قيمه المنتخب التونسي. فهذه مرفوضه طبعا، لكن الباهي والخايب موجود في كل البلدان. ما نقولوا ما نهولوش الامور. التعادل كان منتظر، لازم نتفهموا اللي معناتها حاجه البلدان هذه والشعوب هذه للفرحه. احنا ما نلوموا كان رواحنا، نلوموا جامعتنا اتحادنا لكره القدم اللي ما خدمش خدمته، واللي يحب الكل يخسر الكل. حب بطوله افريقيا وحب، يا اخي انت توا يلزمك تفهم اللي البطوله العربيه راهو ماهيش كيما قبل، يا حسر على عهد بكري وقت اللي كانت تبدا تعدي فيها قنوات محليه ولا الاي ار تي قبل زمان، يعني شوف يتفرجوش فيها كعبتين وكعبه. توا هاكم تشوفوا من اللي خذتها قطر ولات البطوله العربيه يعني عندها ديجا هو حتى الميزون سين والاجواء تحسها كوب دي موند، تحسها كوب دي موند. كالتيرانات والتيران الزربيه والمدارج والفخامه واللوكس والاجواء مع الجمهور التونسي والجمهور المغاربي عموما والجمهور المصري والجمهور السوداني. اضفوا عليها كالحركيه وكالاجواء المهرجانيه والاحتفاليه. ولات عباره معناتها كوب دي موند صغيره. مش هذا المهم. المهم نسبة المتابعة. الكأس العربية هذه ولات محل متابعة الملايين، هاكم تشوفوا معناتها الناس عطيتها قيمة كبيرة. وبالتالي الجامعة التونسية رد بالك يا جامعة، راك كان باش تشارك من أجل تفتوفة الفلوس ومكش محضرة وما يهمكش في المردود. راهي البطولة هذه تنجم تشوه سمعة منتخب كامل. احنا مازلنا كي خرجنا من مقابلة البرازيل وكونا رصيد معنوي عند العرب والافارقه وكل العالم يحكي على تونس. تونس اللي وقفت البرازيل مش بمردود دفاعي يسكر يعني طريقة البلوكوس والدفاع لا لا لا، هاجمنا البرازيل وسيطرنا على الماتش في بعض الرداهات، معناتها رداهات مش شوية زادة. فمع الأسف الرصيد المعنوي هذا اللي ما صدقنا الرب بنيناه، لأنه احنا ما ننكروش اللي في السنوات الأخيرة توصمنا وتعرفنا بأن المنتخب الدفاعي يحكيوا علينا بصراحة في السنوات الأخيرة اللي منتخب التونسي ما يفرجش، ماهوش ممتع. الناس تتجنب تتفرج في مقابلات منتخب تونس، يفضلوا يتفرجوا في المغرب في الجزائر حتى مصر أو منتخبات الخليج، وما يحبوش مباراة تونس خاطر يقول لك يا أخي منتخب تكتيكي 100% ما يفرجش كرة. مالوريزمون بلاد معناتها منتخب 78 اللي بدع في الارجنتين الكره الهجوميه والكل، يعني بعد تعرفنا بان فريق دفاعي وهكايا طلعوا فينا ايطاليا افريقيا كوم كوا ترقيعه ظريفه وكذا.
جاء ماتش البرازيل وظهرنا لي احنا لا كي نحبوا نلعبوا الهجوم ومع شكون؟ مع اخطر منتخب في العالم. الرصيد هذا اللي بنيناه مع الاسف يعني في بضعه ايام انهار بمشاركتنا في البطوله العربيه. ما تقول لي شيء شاركنا بالمنتخب الثاني على خاطر كي تشوف الاستوديوهات التحليليه سواء في قطر او الامارات او العربيه الكل بصفه عامه، المغاربيه والمشرقيه والخليجيه، ما عندهمش هذه حكايه الفريق الثاني والفريق الاول. يقول لك المنتخب هو المنتخب. والله خاصه بعد ماتش فلسطين انا سخفت على المحللين التوانسه اللي مشاو يخدموا غادي عمار جمل وزبير بيا وكذا. زبير قديم لما حاله، عمار مشى بمناسبه البطوله على خاطر شيخوا عليهم فريمون، شيخوا عليهم بالمردود المنتخب. باش ما نضيعش الفكره يا جامعه التونسيه، راهو اعمل حسابك مستقبلا البطوله الكاس العربيه هذه راهي عندها اهميه كبيره برشا، وراهي تنجم تلمع لك صوره المنتخب كما تنجم تهبطه لك، وبالتالي ما عادش تستهانوا بها. اذا ماكش حاضر خويا ما تمشيش، على الفلوس الغني هو الله. حضر يا خويا المنتخب نتاعك، ولا ما اذا باش تمشي معناتها وتنسحب من الدور الاول ما تمشيش خير. ونعاود ونختم ونقول راهو الناس الكل حاطه اللوم على اللاعبين، اللوم الكل مش على اللاعبين شوفوا ماتش قطر وقت اللي عرف كيفاش يحطهم في بلايصهم، بالرمضان تحط في بلاصتو شويه روح معنويه وتحفيز معنوي، وحسوا بالمسؤوليه وارتاحوا من التعب اللي كان مسافر واللي كان مضروب. عداو مقابله خشينه معناتها اقل شيء يقال فيها محترمه ضد قطر. دونك البوتنسيال عنا، الامكانيات عنا، لكن سوء الاداره الجامعه وسوء تعامل الاطار الفني مع المقابلات ضد سوريا وضد فلسطين هو اللي خرجنا. يعني بالله عليكم سامي الطرابلسي، انا والله تو الناس يقولوا جهويات، انا جهويات والله انا نحب الترجي الرياضي، لكن سامي كان جاء كفء كي يقعد اليوم القيامة مدرب ما يقلقنيش، وكنت من الناس اللي تدعم وتشجع فيه. لكن الدورة هذه أثبتت بصراحة اللي هو مازال ناقص يا خويا، ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال. شنو مقابلة سوريا انت ضاغط ماتش كامل والناس الكل تونس كاملة قالت لك العيوني راهو براكاسي، راهو خرج العيوني دخل اي لاعب اخر ان شاء الله حتى اهبط انت كور تعطي مردود خير. معناتها هذيك ضيعتها بعد سيطرة تقريبا على ثلثين المباراة. تضيعوا المقابله، بالاضافه ما نحكيوش على هفوات الحارس وهفوات الدفاع والحدادي والكدوره اللي دارها وخلى الاسباس للكره باش مشات، اللي ما يزيش ما طلعش على اللي على الخريبين هذايا ما طلعش عليه باش يسكر عليه يضيق عليه الزاويه يزيد يدور. معناتها لا طلع سكر ولا وقف وقفه صحيحه في المير. ومقابله فلسطين معناتها من يعني لتوا مانيش مستوعبها شخصيا كيفاش تكون سابق بهدفين ويرجع ليك المنتخب الفلسطيني. المدرب معناتها كان قاعد لا سو لا سوية، قام حط حشاكم صبعه في عينه، خرج احسن لاعب عنده في الوسط في المقابله هذيك اللي هو تقا، ودخل الحدادي اونكور اون فوا، وتعرفوا البقيه. لذا هذا ايش حبيت نقول، واللي وافقني بارك الله فيه، واللي ما وافقنيش الخلاف لا يفسد الود قضيه.